سلام البنات، وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو بغيت نحط لكم تحصين تقولوه قبل ما تبداو ديروا اي عمل روحاني. البنات اللي يخافوا من الاعمال هذه تاع الشمع ولا اي عمل فيه اسماء والله بلا ما يكون فيه اسماء وحابين تخدموا اعمال لكن تخافوا، عندكم حق. حنعطيكم واحد التحصين هو شوي طويل. حنخليه لكم في صندوق الوصف. انتي ديري له كابتور واحتفظي به في الجالوري ديالك كي تكوني راح تخدمي العمل اللي كما نقولوا طاح لك على القوسطو. ما عليك اختي غير تجبدي هذا الدعاء من الجالوري من الهاتف وتقرايه 3 مرات، ما يكون مسموع بصوت عالي، ما يكون ذاك القراءة اللي تكون بين شواربك، وسط هكا. قرايه بصوت تسمعوا الأذن ديالك، مفهوم؟ نبدأ على بركة الله في قراءة هذا التحصين أو هذا يعني تحصين رائع جدا. البنات طويل لكن يعني كونوا متهنيين من وراها، اخدموا العمل نتاعكم بلا ما تخافوا، مفهوم؟ إذا التحصين هو: تحصنت بذي الملك والملكوت وتوكلت على الحي الذي لا ينام ولا يموت، بسم الله ما أعظم الله، كلما أوقد نارا للحرب أطفأها الله، كاف هاء يا عين صاد كفيت، حاميم عاسين قاف حميد، ووقيت، ستران مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر أحد علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، اللهم احفظنا من كل سوء يؤذينا، واحرصنا بعينك التي لا تنام، واحجبني من شر الشياطين والإنس والجن، إنك على كل شيء قدير. بسم الله عن يميني، بسم الله عن شمالي، بسم الله خلفي، بسم الله أمامي، بسم الله آية الكرسي علينا تدور كما دار السور على مدينة الرسول، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا التحصين يقرأ 3 مرات. بعدها كما قلت لكم تخدمي أي عمل ارتاح ليه قلبك وبغيتي تديريه. فقط النية، خدموا الأعمال على طهارة وكونوا كوراج كي تكونوا تخدموا الأعمال فقط، هذا ما كان. تهلاو في رواحكم. دعاء خليكم في صندوق الوصف مع وصفة أخرى. إلى اللقاء.